هو ممكن كتاب يغير حياتك؟ سؤال مفهوش او لا، بس فيها تجارب كتير، ويمكن دماغي دلوقتي بتدور على الكتاب اللي اثر وغير في شكل حياتي. تعالي اقولك ازاي الكتب ممكن تغير حياتك، وهسيب لك ترشيحات لكتب في اخر الفيديو ده بمناسبه معرض الكتاب. معظمنا بيستنى الحدث ده من السنه للسنه، وما ينفعش تكوني في مصر وما تفكريش تروحي معرض الكتاب. عاوزه اقول لكم ان في 2006 معرض الكتاب كان اكبر معرض للكتب في الشرق الاوسط، وكمان تاني اكبر معرض كتب في العالم بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب. وبدايه معرض الكتاب في مصر كانت سنه 1969، وكانت القاهرة في الوقت ده بتحتفل بعيدها ال1000. وزير الثقافة في الوقت ده ثروت عكاشة قرر يحتفل بالعيد ده بس بطريقة ثقافية شوية، ومن وقتها الموضوع فضل يتكرر كل سنة. تعالي بقى نشوف ازاي نستفيد من المعرض السنة دي. هيبقى كلام دارج ومرسل قوي لو قعدت اقولك القراية قد ايه جميلة وهتطوري بيها نفسك وذاتك والكلام الحلو ده. هو فعلا القراية كده، بس خلينا ناخد الموضوع واحدة واحدة واقول لك خلاصة تجارب ناس كتير ما كانتش بتحب القراية، ودلوقتي ما ينفعش تفوت معرض كتاب من غير ما تروح. لو انت حد مش بيحب يقرا او مش مهتمة بالقراية اصلا، ممكن تبداي بقصص وروايات بسيطه عدد صفحاتها قليل مش كبير. لو انت مهتمه او بتحبي مجال معين، ممكن تبداي تدوري على كتب مهتمه وليها علاقه بالمجال ده، وبرده يفضل ان هي تكون كتب صغيره مش كبيره علشان تلحقي تخلصيها بسرعه وتحسي بالانجاز وانك عاوزه تبداي في كتاب تاني جديد. خلي معاكي نوت صغيره كده اكتبي فيها اي معلومه طلعتي بيها من الكتاب او اي مقوله عجبتك، واكتبي التاريخ اللي بداتي فيه الكتاب واللي نهيتي فيه الكتاب. خصصي وقت كل يوم انك تقري من 5 ل 10 صفحات من الكتاب اللي معاكي، اعتبريه زي واجب عليكي كده. واحده واحده هتلاقي الموضوع بيزيد، وهتلاقي نفسك عايزه تخلصي الكتاب في اسرع وقت. لو هنفترض ان كل يوم هتقري 10 صفحات بس، في اخر الشهر هتبقي قريتي 300 صفحه، وده بالمناسبه عدد في البدايه كويس جدا. مستحيل هتقري كتاب كويس ومش هتطلعي منه باي حاجه، يعني لازم هتستفيدي حتى لو بمعلومه صغيره. ولو عاوزه تطوري من نفسك في مجال معين ممكن تقري فيه، يعني مثلا لو عاوزه كتب عن تطوير الذات وازاي تفهمي نفسك وشخصيتك كويس، هتلاقي كتب كتير جدا زي ان تكون نفسك او العادات السبعه او الاسرار الكامله لثقه النفس التامه وغيرهم كتير. بس لازم انت تدوري وتعرفي انت عايزه تقري لايه والمين. ولو عاوزه تعرفي ازاي تتعاملي مع الناس وتكوني صداقات جديده، ممكن تقري كتاب كيف تجذب الناس كالمغناطيس. وبالمناسبه كل الكتب دي مترجمه، وكمان ممكن تطوري من اللغه الاجنبيه اللي عندك بانك تجيبي كتب باللغه دي. في كتب كتير كمان بتبقى صفحه انجليزي وصفحه عربي بتساعدك انك كمان تطوري من اللغه بتاعتك. اي حاجه تخطر على بالك وعاوزه تتعلميها هتلاقي كتب كتير جدا عنها. اصل القرايه وسيله من وسائل التعليم الذاتي اللي الكل بيلجأ ليه. في دراسه اتعملت في جامعه بريطانيه قالت ان القرايه بتقلل من الاجهاد والضغط النفسي، واللي في الغالب بتساهم بنسبه 60% من الامراض اللي بتصيب الانسان زي السكته الدماغيه وامراض القلب، وكمان بتقلل التوتر بنسبه 68%، وبتلهيكي عن احساسك اكتر من سماعك للاغاني والمزيكا. يعني ممكن تقعدي تقري بدل ما تقعدي تحرقي نفسك وتتخانقي معاه هو ليه اتاخر بره كل ده. القرايه هتنفعك، هو مش هينفعك. في دراسه اتعملت في جامعه امريكيه قالت ان القرايه بتطول من عمر الانسان وبتعزز صحته العامه، لانهم لقوا ان اللي بيقرا حوالي 3 ساعات في الاسبوع اقل عرضه للوفاه بنسبه 23%. عاوزاكي تفضلي تقري انت وتستمتعي بحياتك وتعيشي اطول. كمان لقوا ان القرايه بتزيد من احساس الثقه بالنفس وبتقوي الشخصيه وبتخليكي تاخدي قرارات افضل في حياتك. القرايه هتخليكي تبصي لنفسك وللي حواليكي بطريقه اكتر ايجابيه، وده مش عمق مني لا سمح الله، بس ممكن تجربوا الموضوع ده لمده 6 شهور، وبعد كده قولوا لي احساسكم عامل ازاي. ودي شويه كتب ممكن ارشحها لكم تبداوا بيها، زي كحل وحبهان لعمر طاهر، انا حره لاحسان عبد القدوس، امراه عند نقطه الصفر لنوال السعداوي، حادثه شرف ليوسف ادريس، اولاد حارتنا لنجيب محفوظ، علاقات خطره لمحمد طه. ولو في كتب انتوا تحبوا ترشحوها اكتبوها لي في كومنتات.